ما أعتقدش تعرف إن أنت تقدر تحوّل الAirpods بتاعتك لمايك احترافي بنفس الصوت اللي أنت سامعه دلوقتي، فتعالَ أقول لك إزاي تقدر تطلّع quality الصوت ده. بتدخل على setting بعد كده بتنزل عند bluetooth وبعد كده بتنزل عند اسم الAirpods بتاعك وبتدوس على علامة الI دي، بتختار audio وبعد كده بتختار ميكروفون، بعد كده بتختار أنهي سماعة فيهم right أو left اللي يشتغل المايك فيها، فأنا مختار right وماسك السماعة اليمين. بعد كده بتخرج وبتنزّل الcontrol center بتلاقي بار فوق كده ظهر لك اللي لونه أورنج ده، بتدوس عليه بيظهر لك هنا لو عايز تطلّع quality صوت حلو بتختار voice isolation لإن هو أحيانًا بيبقى معمول standard أو automatic زي ما أنت سامع دلوقتي، لكن لو رجّعت voice isolation quality الصوت هيكون كده زي ما أنت سامع، ودي حاجة من ضمن حاجات أنا جاي أقولها لك النهارده. أهلا بيكم، معاكم ميجو. كلنا عارفين إن الثلاث كاميرات في الآيفون 17 برو ماكس بيصوروا 48 ميجا بكسل، لكن الحقيقة هما بيصوروا 24 ميجا بكسل. فتعال أقول لك إزاي تصور 48 ميجا بكسل. بتدخل على سيتنج، بعدين بتنزل عند كاميرا، بعدين فورماتس، بعدين بتنزل لخيار برورو اند ريزوليوشن كنترول ده بتفعله. ولو دلوقتي دخلت على تطبيق الكاميرا هتلاقي عندك ظهر لك فوق خيار كده بتدوس عليه، تقدر ان انت تصور 48 ميجا بكسل وتصور 48 ميجا بكسل. وبالمناسبه برضو لو جيت دوست على 1 اكس اللي في الكاميرا دي هتلاقيه عمل زوم معاك بسيط، ودي تقدر تفعلها من السيتنج. تعال اقول لك ازاي. بتدخل على سيتنج، بعد كده بتنزل عند كاميرا، بعدين بتنزل تحت كده هتلاقي فيوجن كاميرا اهو، بتدوس عليه بتفعّل الخيارين دول بيبقوا مقفولين عندك بتفعّلهم. لو جيت فتحت تطبيق الصور بتحسّه ملعبك كده وأنت مش شايف الدنيا كلّه داخل في بعضه. فال3 الشروط اللي فوق على اليمين دول لو دوست عليهم بعد كده دوست view options ودوست على الخيار التالت ده بيحوّل لك الصور قدّامك بالمنظر ده، ويبقى سهل عليك إن أنت تشوف الفيديوهات والصور بتاعتك. موضوع ممل أوي إن أنا أقعد أكتب عنواني أو رقم تليفوني أو الإيميل بتاعي لأي application أو أي حاجة جديدة، فتعالَ أقول لك أبسّط لك الموضوع ده إزاي. فلو دخلت على setting مثلًا ودخلت على general، بعد كده keyboard، بعد كده دوست text replacement، بعد كده دوست علامة الزائد اللي فوق دي، هتكتب هنا مثلًا الإيميل بتاعك مثلًا. تمام، كتبت كده الإيميل بتاعي وهنا هاكتب الshort cut، يعني ممكن مثلًا أكتب إيميل كده بالمنظر ده واعمل save. بعد كده مش هاحتاج إن أنا أكتب الإيميل بتاعي، هاكتب بس الshort cut اللي هي كلمة إيميل اللي أنا سجلتها وهو هيظهر لي الاختصار وخلاص كتبت الإيميل بتاعك. الطريقة دي تنفع مع رقم التليفون، أي حاجة تقدر تعمل لها اختصار. طيب كل الناس بتستخدم زرار الأكشن button ده لمجرد إن هو يعمل ميوت أو يفتح فلاش، لكن دلوقتي لو جيت دوست عليه دوسة طويلة يقدر يفتح لك الapplications اللي قدامك دي كلها. فتعالَ أقول لك إزاي. هتدخل على application shortcut وبعد كده بتدوس على علامة الزائد اللي فوق على اليمين دي، بعد كده بتسمي الفايل بالطريقة اللي أنت عايزه، مثلًا ميجو مثلًا. وبعد كده هاختار أي شكل من الأشكال اللي تحت دي مثلًا، هيظهر لك أهو تحت ميجو، هتدوس عليه، بتدوس على علامة البلس اللي تحت دي، بعد كده بتدوس على edit، بعد كده open app، بعد كده جنب كلمة open app اللي فوق دي بتدوس على كلمة app بيظهر لك الapplications كلها، بتختار أي application أنت عايزه وبتقدر تدوس على كلمة open app اللي فوق دي وبتدوس rename عشان تسمي الapplication. تمام، سميناه بندوس صح، بعد كده بنرجع ورا وندوس على علامة الزائد تاني، بعد كده edit، بعد كده open app، بعد كده app، وبتختار برضه الapplication لحد ما تقعد تجمّع كل الapplications اللي أنت عايزها. أحسن لك إن هم يكونوا يا 4 applications يا 8 applications عشان الشكل من برّه يكون حلو. فأنا كنت عامل اختصار ليّا للapplications بتاعتي أهي. بتفعّلها إزاي بقى على الموبايل بتاعك أو على الزرار نفسه؟ بتخش على setting وبعدين بتنزل عند action button، بعدين بتختار shortcut أهي، بعدين من عند shortcut بتدوس الكلمة اللي تحت دي وبتختار show folder، بعد كده بيظهر لك اسم الشورت كات اهي ميجو اللي احنا كنا عاملينها، واللي فوقيها اللي انا كنت مجهزها للموبايل بتاعي. نختار مثلا ميجو اهي، خلاص هي كده جاهزه. ولو خرجت من الابلكيشن ودوست على الزرار دوسه طويله ظهر لي الابس اهي اللي احنا كنا مختارينهم. بس كده، دي شويه حاجات قلت اجربها معاكم وعرفتها فقلت لازم انتوا تعرفوها.